باي على البركة. كلمة بهذه المناسبة. نحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أن نشكر اللعيبة على مجهودهم ونشكر الصحافة الله يعطيك العافية. نتمنى التوفيق في باقي المباريات إن شاء الله. الله يعطيك العافية باي. أستاذ ماجد على البركة. الله يبارك فيهم. كلمة بهذه المناسبة. أحب أشكر كل اللعيبة على المجهود اللي بذلوه، والإداريين والمدرب، وهارد لك الفريق أنوار وفريق التباد اللي ما سهل، وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات الجاية. الله يعطيك العافية. أستاذ راشد لاعب خط المنتصف، لاعب خط الدفاع، نبارك لك هذه النتيجة. الله يبارك فيك والحمد لله، ألف مبروك على التأهل. كلمة بهذه المناسبة. والله إذا كان في كلمة أهديها للشباب اللي بذلوا مجهود، والحمد لله. الله يعطيك العافية. قائد فريق الوادي الأخضر اللاعب رويض عبد الله، نبارك لك هذا الفوز وهذا الإنجاز التأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على التأهل، هذا ما جاء إلا من جهد الشباب صراحة، يكون صراحة آخر الدقائق، يعني أن شفنا المباراة بدايتها تفاجأنا صراحة هدفين فينا، لكن الحمد لله الشباب عوضوا إن شاء الله في الشوط الثاني والحمد لله، وهذا يمكننا ان شاء الله التصفيات في مجموعة الرجال. لمن تهدي هذا الفوز؟ والله هدي الفوز هذا اول شيء لوالدتي، هذا لان صراحة ما قالت لي انا رحت للخارج الا قالت لازم انكم ان شاء الله تتأهلون، وهدي ان شاء الله الشباب الديوانية فؤاد الزواسر والعبيد بن سهل والمعدن بعد برضه مشبيلي. الله يعطيك العافية ويخلي لك والدتك ان شاء الله. عبد الرحمن كلمة بهذه المناسبة. اول شيء اشكر اللجنة الإعلامية اللي حاضرة المباراة، والشيء الثاني اشكر اخوياي اللي ما قصروا صراحة في المباراة هذه، والله يعطيهم العافية والجاي ان شاء الله اكثر. لمن تهدي هذا الفوز؟ اهدي لكل اهل وادي الدواسر. الله يعطيك العافية. شجاع على البركة الفوز. لاعب المصاب ابراهيم بسال على البركة الفوز. كلمة بهذه المناسبة. والله اقول الحمد لله على الفوز، ونشكر رب العالمين على الفوز والحمد لله، وان شاء الله عقب ان شاء الله التأهل ينجح ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافية. بهدف التعادل والتأهل على البركة الفوز. الله يبارك في عمرك ان شاء الله. لمن تهدي هذا الفوز؟ اهديه لرئيس النادي على اشراف اللاعبين. الله يعطيك العافية. إداري الكرة الأستاذ مبارك العايض على البركة الفوز. الله يبارك فيك. كيف شفت مباراة الشباب اليوم؟ والله صراحة أسوأ مباراة لهم. صحيح. احنا تأهلنا ونفسها ليلة فينا مستوى المباراة. المباراة كانت إننا طرف فريق. الحمد لله على التأهل. طيب من تهدي الفوز؟ والله نهدي الفوز أو رأس الهرم وجميع الأعضاء واللاعبين اللي يستاهلون، هم اللي تعبوا واللي يستاهلون التأهل صحيح، ولا الوادي عامة يعني ما الله يعطيك العافية. باس محمد على البركة. الله يبارك فيك. كيف رأيت مستوى الشباب اليوم؟ والله الحمد لله على كل حال، ونهدي الفوز للكابتن مجدي، وعن نفسي أهدي الفوز لوالدتي، وحقيقة والله ما نستغنى إلا بالدعوات. الله يخليك. الله يخليهم لك إن شاء الله. يعطيك العافية. بابر على البركة الفوز. الله يبارك فيك.